برغيف عيش ونص كيلو لحمة مفرومة عملت 22 صباع كفتة. كفتة الحات يا جماعة المشوية. بصوا الحلاوة والجمال. معاكم الشيف أبانوب، ما تنسوش تعملوا لي فولو ويلا نبدأ. عندي كده رغيف عيش بلدي خالص اللي هو المصري بتاعنا، هنزل عليه بكوباية مية واسيبه على جنب. عندي بقى البصل هديله بقى رشة ملح واسيبه كده ينزل المية بتاعته، وبعد كده اخده اعصره. لازم البصل ما يكونش فيه مية. في الكبة هنزل كده بنص كيلو لحمة مفرومة وعليهم العيش بتاعنا وكمان البصل، وهنزل بشوية اضافات. عندي كده معلقتين كبار من السمنة البلدي، وكمان شوية ملح، فلفل اسود، رشة بسيطة من القرفة، 7 بهارات، توابل كفتة. هبدأ كده اضرب كويس جدا جدا لحد ما كل المكونات تتخلط مع بعض زي ما انتم شايفين كده. هنزل بقى بكيس من البيكنج باودر وهفضل اقلب كويس جدا، وكده الكفتة بتاعتي جاهزة. عندي بقى مية البصل، حطيت شوية زيت وملح وفلفل، وممكن كمان نحط بابريكا بس ما كانش عندي. هدهن كده صينية زيت وابدأ كده اعمل كده الكفتة بتاعتي زي السيخ بالظبط. لو عندك سيخ بالمعلقة هبدأ كده أصبع الكفتة. بصوا يا جماعة الكفتة بتتصبع شكلها حلو وجميلة ازاي. هبدأ كده اخدها بعد ما صبعت كل الكمية، ادخلها على درجة حرارة 180 تقعد حوالي تلت ساعة. بصوا يا جماعة بتطلع شكلها حلو ازاي. هحط لها بقى فحمة في النص كده وشوية زيت. الناس بتقول مضر، عايزين تعملوها مش عاوزين خلاص. عملت بقى طحينة وزينتها بشوية فلفل اخضر كده، وكده عملت احلى كفتة رخيصة جدا واقتصادية. معاكم الشيف أبانوب، ما تنسوش تعملوا لي فولو.